جاي اقول لك ان علي معلول مكمل مع النادي الاهلي. طبعا انت حب الخبر ده. قبل ما اقول لك على الخبر ده واقول لك على الدليل، ما تنساش تعمل لايك واكسبلور ومتابعه وكومنت يا ابو الصحاب. ايوه زي ما بقول لك كده، علي معلول مكمل مع النادي الاهلي وبالدليل. من شويه تم الاعلان عن الراحلين عن النادي الاهلي، وهم مين؟ رامي ربيعه واكرم توفيق وحمزه علاء. هل ذكروا اسم علي معلول في الموضوع؟ اكيد لا، ما ذكروش. يبقى علي معلول مكمل مع النادي الاهلي. اكيد طبعا انتوا صدقتوني، لان في ناس صدقت الكلام ده، لان في مقدمين محتوى كتير طلعوا اتكلموا على الموضوع ده وقالوا لك ان علي معلول مكمل في النادي الاهلي، لان ما اتذكرش اسمه في الراحلين عن النادي الاهلي. اللي مشي دول مشيوا من غير ما يجددوا مع النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي كان محتاجهم وما عرفش يجدد معاهم، فالنادي الاهلي عرفنا ان هم مشوا من النادي الاهلي. انما الباقي النادي الاهلي هو اللي هيمشيهم. وهم مين بقى؟ اولهم علي معلول وخالد عبد الفتاح وكريم ندفد وعمر الساعي. فالنادي الاهلي مش هيجدد لعلي معلول. فعلي معلول لو هيلعب مع النادي الاهلي هيلعب معاه فتره كاس العالم للانديه فقط لا غير، تكريما لعلي معلول. انا كاهلاوي بعشق علي معلول، وزعلت وعيطت على عيط علي معلول بعد نهايه المباراه وبعد نهايه الدوري المصري. كنت اتمنى ان علي معلول يكمل مع النادي الاهلي لاخر ثانيه في عمره، مش يمشي من النادي الاهلي لما يبطل كوره. لا، انا عايز يموت في النادي الاهلي، لان علي معلول ما بخلش على النادي الاهلي بنقطه عرق واحده. فما تخليش حد يضحك عليك، ولو لقيت حد عايز يضحك عليك شير له الفيديو ده وقول له اسمع يا معلم. بس كده، يلا سلام.